ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح ازاي تعمل تظلم عبر الموقع الجديد، يعني اللي هو موقع التظلمات والشكاوي الاونلاين. الموقع ده حرفيا يعني هيسهل عليك حاجات كتيره، بدل ما كنت عايز تراجع درجاتك او في اي مشكله عندك في الدرجات او اعمال السنه ايا كان يعني. فبدل ما تروح الكليه فانت كل حاجه حرفيا وانت قاعد في بيتك من على الموقع. طيب انت اول حاجه بتفتح الموقع عادي جدا، تمام. بعد كده بتعمل حساب جديد لان انت اول مره، فانت بتدوس على تسجيل الدخول وتعمل حساب جديد عادي جدا. تدخل بياناتك، اسمك رباعي والاي دي وانت في انهي فرقه، اولى او ثانيه او ثالثه. وبعد كده طبعا بتختار الكليه، يعني هو موجود في كل الكليات ولكن احنا كليتنا احنا بنتكلم على علوم الحاسب جامعه النهضه يعني. فانت هتختار علوم الحاسب وتكتب رقم تليفونك وتكتب الايميل الجامعي. طبعا هتعمل باسورد، ويعني الباسورد ده لازم تكون فاكره او يعني تكتبه، تمام؟ يعني الباسورد تكون عارفه. بس بعد كده بتعمل الحساب، وبعد كده يعني هوريك دلوقتي ازاي تعمل بقى التظلم والاليات اللي انت تعمل التظلم، وازاي تعمل التظلم سواء بقى اعمال سنه او تظلم فاينل، او لو في اي مشكله عندك تحلها يعني من خلال الموقع بكل سهوله يعني. بعد ما تعمل حساب وتسجل على الموقع، يعني اول حاجه بيفتح معاك الصفحه ديت، واول حاجه تقول ان انت عايز تقدم طلب تظلم، فبتدوس على قدم طلب، تمام. بعد كده بتظهر معاك بقى الصفحه اللي انت هتقدم فيها التظلم اللي انت عاوزه. طيب انت اول حاجه هتختار تظلم، هتدوس على تظلم، تمام. بعد كده هو بيبقى كاتب بياناتك، يعني اسم الطالب والكود الجامعي، تمام. بعد كده انت تختار بقى باقي البيانات، يعني انت العام الدراسي هنختار 25 26 العام اللي انت فيه. طيب الترم سواء بقى ترم اول، ترم تاني، ترم صيفي. بعد كده هتشوف الفرقه، انت في فرقه كام، اولى تانيه تالته، تمام. بعد كده نوع التظلم بقى انت بتختار حاجه من، يعني انت دلوقتي عايز تعمل تظلم اعمال سنه، فانت هتدوس على اعمال السنه. اعمال السنه بتاعتك مثلا اترصدت غلط، في مشكله في اعمال السنه ايا كان يعني، تعمل التماس او تظلم، فبتدوس على اعمال السنه. طيب لو عايز برضو في الميد ترم، لو في اي مشكله في الميد ترم او درجه الميد ترم، فبتدوس نص الفصل، يعني اللي هو منتصف الترم. طيب لو انت بقى عايز تعمل تظلم في ورقه الفاينل، طيب تظلم ورقه الفاينل انت بتدوس على نهايه الفصل، ولكن في الحاله دي لازم طبعا بتدفع في الجامعه، بتدفع رسوم التظلم، تمام. وبتاخد الايصال، بتسلم ايصال في الجامعه، تمام، او الكليه يعني، وبترفع ايصال هنا، تمام. الاثنين يعني، نسخه بتسلمها في الكليه من الايصال، ونسخه بترفعها على الموقع وتكمل. طبعا انت عايز تعمل تظلم اللي انت تراجع ورقتك في الفاينل في ماده ايه يعني. بس مثلا انت هنا درجه طبعا اللي هي قبل التظلم كام تكتبها. بعد كده بترفع الايصال، بعد كده بتختار بقى البيانات الفئه، يعني امتحانات ودرجات لو انت بخصوص الدرجات والامتحانات. مراجعته هنا مثلا لو هنمشي على بند اللي انت هتراجع ورقه الفاينل، فهتكتب له هنا التفاصيل، وبعد كده هترفع الوصل بتاع الدفع، تمام. طيب لو نيجي مثلا لجزء، طبعا لازم تختار طبعا هتختار بعد ما ترفع الوصل، يعني هيظهر لك بقى اسم الدكتور، تختار اسم الدكتور والماده والكلام ده كله، تمام تمام. طيب لو انت مثلا هنتكلم دلوقتي كاعمال سنه. طب انت بعد اعمال سنه بتعمل ايه؟ انت بتكتب عادي جدا، تمام. انت اعمال سنه الكليه علوم حاسب، امتحان درجات، تمام. هتكتب بقى المشكله اللي عندك، هو اختياري بس انت تكتب المشكله اللي عندك سواء بقى اعمال سنه او مد يعني، او انت مثلا في مشكله ايا كان المشكله، فانت بتكتب الموضوع او المشكله بتاعتك هنا يعني. لو في اي اثبات او اي حاجه بترفعها هنا عادي جدا، سواء بقى صوره او بي دي اف. فده كل ده عامه سهل عليك الدنيا، فاهمني؟ انت لما تكتب هنا الدرجه قبل التظلم، مثلا لو هنعمل اعمال سنه، فالدرجه قبل التظلم مثلا 21، تكتب هنا 21. بس بتختار بقى الفصل الدراسي زي ما قلنا، الفصل الثاني، الفرقه الثانيه، تمام. هتختار اسم الماده عادي جدا، شوف طبعا اسم الماده بتاعتك ايا كان الماده. مثلا احنا لو هنتكلم مثلا تنظيم ملفات مثلا، بس بتختار بيظهر لك هنا اسم الدكتور، لو في كذا دكتور بيظهر لك اسم الدكتور، تمام. بس فدي الفكره، هو حرفيا هو هيسهل عليك الدنيا جدا. بس بعد ما تخلص كل حاجه، بعد ما تخلص الحاجات دي كلها، بتدوس ارسال التظلم بس، وبتنتظر بقى الرد، يعني بتنتظر الرد. هتلاقي اصلا ان هو يعني انت بتيجي بعد ما تعمل التظلم هتدوس على التظلمات هنا، هتلاقي احنا طبعا عشان ما عملناش طلب يعني، بس انت بعد ما تعمل طلب هتلاقي الطلب بتاعك موجود هنا يعني، وهترد عليه، تمام. دي الطريقه الاونلاين يعني. الحاله الوحيده اللي انت هتدفع فيها في الكليه، او اللي هو ان انت لو عملت تظلم ورقه، فانت بتروح ترفع صوره من الوصل هنا، وصوره بتسلمها في الكليه. ده الجزء اللي انت لو عايز تعمل الكلام ده كله اونلاين، وده الافضل طبعا والاسهل. انت بقى لو عايز تعمله في الكليه زي ما كان بيتعمل عادي جدا، بس يعني من الافضل انت تعمله اونلاين يعني. هو التو اوبشن متاحين يعني. بس كده اتمنى اكون يعني وضحت لكم الدنيا على قد ما اقدر. بالتوفيق يا شباب.